عاوزه اوريكم قد ايه العيش كان حلو جدا وبيتفتح بسهوله، وكان هش وطري قوي، وكانت عجينته مظبوطه، ينفع يتحشي اي حشوه انتوا حابينها، بيتفتح بكل سهوله وكان طري قوي. كان لسه سخن كده بس كنت بوريكم من جوه، كان هش ومنفوخ جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة اجيب كوباية وانزل عليها بنص كوباية لبن يكون دافي، لازم اللبن يكون دافي، ومعلقة كبيرة مليانة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة دقيق متعدد الاستخدامات، وهفضل اقلب كده لحد ما اتأكد ان الخميرة والدقيق دابوا خالص مع بعض. وبعد كده هغطيها واسيبها لحد ما الخميرة تتفاعل، واعمل الخطوة التانية تكون الخميرة اشتغلت معانا هنستخدمها. كده الدقيق والنشا دابوا، سيبها على جنب. بقى هعمل الخطوة التانية، هجيب طبق اللي هو بيتحط على النار وانزل عليه ب3 معالق مية عادية من الحنفية، ومعلقتين كبار مليانين دقيق متعدد الاستخدامات برضو، و4 معالق لبن. دي السر اللي بيخلي العيش معانا هش وحلو قوي. هنفضل نقلب بقى لحد ما كله يدوب مع بعضه كده، وبعدين هرفعها على النار دقيقة واحدة مع التقليب المستمر، ما ينفعش اسيبها خالص عشان ما تعملش كتل، هي دقيقة واحدة بس. هتبدأ تجمد كده، هتبقى معانا زي يعني سمك المهلبية شوية. هنروح رافعينها على طول من النار، مش هنطول عليها، هتبقى بالشكل ده. هذا ما سبتها دقيقة وانا بقلب برضو مستمر، ما سبتهاش من ايدي خالص، بقت معايا بالسمك كده. هسيبها بقى تهدى كده على جنب. هجيب بولة بقى تكون كبيرة كده وانزل عليها بكوبايتين دقيق، الدقيق اللي هو المتعدد الاستخدامات، هوريكم شكله. النوع ده كويس قوي في المخبوزات والحلويات. وانزل عليهم ببيضة، ومعلقة سكر كبيرة، وربع معلقة ملح كبيرة، ربع بس معلقة بس، و3 معالق كبار سمنة بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش من التلاجة وما تكونش متسيحة على النار، درجة حرارة المطبخ. واقلب كل ده بقى مع بعض، وبعدين هنزل بالدقيق واللبن والمية اللي انا عملتهم، هنزل بالكمية كلها اللي في الطبق، وهنزل كمان بالخميرة بدأت تعمل دوريات كده من فوق، اتأكدت ان هي اشتغلت. هبدأ بقى الم كل العجينة اللي معايا كده في الطبق، كانت بتتلم بكل سهولة، بس حسيتها محتاجة شوية دقيق، فزود لها ربع كوباية دقيق كمان. ربع كوباية دقيق كمان، يبقى كده استخدمنا بالظبط كوبايتين وربع دقيق. وهفضل اعجن بقى في العجينة والمها كلها، مش هعجن مش اقل من 6 دقايق ل7 دقايق، لازم نفضل نعجن فيها كده 6 دقايق او 7 دقايق كاملين بايدينا بقى بالعجان اللي انتوا حابينه. بس انا فضلت اضرب فيها حبة حلوين كده 7 دقايق كاملين، لحد ما لمت خالص ولميت كل الدقيق اللي في الطبق، وفضلت اعجن فيها كده لحد ما طريت وبقت يعني دفيت في ايدي وبقت طرية وبتتشكل بسهولة. وبعدين هغطيها واسيبها في مكان دافي جنب فرن او بوتاجاز شغال لمدة ساعتين كاملين، مش اقل من ساعتين، لحد ما تخمر كده وتبقى حلو. هعمل لها بقى الوش بتاعها عما تخمر، معلقة لبن وبيضة، وهقلبهم كويس قوي. ده الوش اللي هعمل بيه العجينة. المهم ان احنا نسيب العجينة في مكان يكون دافي جنب فرن شغال او بوتاجاز لمدة ساعتين كاملين عشان تخمر وتبقى حلوة معانا. لازم خطوة ان هي تخمر عشان العيش يطلع كويس قوي.
واجهز كمان الصاج لها. هجيب بقى الصاج يكون مغسول واحط عليه سمنة. هدهن الصاج كويس قوي، اتأكد ان هو اتدهن كويس بالسمنة. وبعدين احط عليه ورق زبدة. لو ما عندكوش ورق زبدة ممكن تستخدموا اي ورق من الكراسة يكون نضيف، هيبقى كويس برضو. وهفضل احط تاني سمنة من على الوش من على ورق الزبدة كويس قوي. بعد ساعتين كاملين بقى بصوا الخميرة خلاص اشتغلت بقى والعجينة خمرت معايا. بصوا اتنفخت ما شاء الله، كانت حلوة جدا. المهم نسيبها ساعتين كاملين. هحطها بقى على رخامة تكون نضيفة، وهبدأ ان انا اكورها كده من بره لجوه، والفها كده واعمل كرة كبيرة. وهبدأ ان انا اقطعها بقى قطع متساوية. عاوزين تقطعها 5 4 زي ما انتوا حابين. المهم تكون العجينة قد بعض، تحاولوا يعني. انا حاولت ان انا اجيبها قد بعض بقدر الامكان. همسك بقى اول قطعة كده وابدأ ان انا اكورها من بره لجوه، والف العجينة كده واعملها كورة تكون شكلها متساوي قوي. ايوه دفيها في ايدي عشان احنا هنعملها تاني. هعملها 6 قطع وهغطيها برضو تاني وهسيبها تخمر ساعتين كمان. يعني بعد ما اشكل العجينة كور كده هسيبها هي كمان الكور دي تخمر ساعتين، هيتضاعف حجمها تاني. كده انا خلصتها. هظبط بس الاولى دي. بصوا باخد من بره لجوه واعمل كورة كده تكون مظبوطة واحطها. هغطيها بقى بورقة، اي ورقة عندكم عشان بس ما تلزقش في الفوطة. هنحط الاول ورقة وبعد كده هنحط فوطة، ونسيبها برضو في مكان دافي جنب بوتاجاز شغال او فرن شغال لمدة ساعتين. هتضاعف حجمها تاني عشان تبقى هشة وناجحة قوي معاكم. بعد ساعتين بقى فتحت عليها، بصوا هتلاقي حجمها زاد. شايفين الخطوة دي بقى ما ينفعش نلمسها تاني بايدينا، ما ينفعش نلمسها تاني بايدينا عشان خاطر هي خلاص اتنفخت. عشان لو لمستها بايديكوا تاني هتهبط، فبلاش. هنستخدم بس هنحط من على الوش كده البيض واللبن، مش هنكتر، هو بس وش كده ولون. وما تلمسهاش بايديكوا تاني في الخطوة دي. هنبدأ بقى نحط السمسم كمان من على الوش وهندخلها في الفرن على الرف اللي في النص. مش بتاخد وقت. المهم بس كل شوية تتابعوها وتبصوا عليها عشان ما ينشفش. اول ما ياخد لون كده وخلاص استوى تمام، هنشيله على طول من على الفرن. وعايزين تشغلوا الشواية دقيقة تمام عشان ياخد لون بس من فوق. المهم ما تطولوش عليه عشان هو بياخدش وقت كتير. اول ما يطلع بقى وهو سخن اهم خطوة هنجيب له السمنة اللي هي السايحة، وهحط من على الوش وهو ساخن. هو طالع لسه ساخن كده هنحط من على الوش سمنة سايحة. حطيت له كل واحد بقى شوية كده. وبس كده. جربوا الطريقة دي هتعجبكم بجد، وكان ناجح وحلو جدا. تستخدموه لأي سندوتش.